قبل ما نبدأ فيديو النهاردة حابة اقول لكم ان هو هيكون تعاون مع حبيبة قلبي مريم يحيى. بحبها جدا جدا، يعني من احسن الاصدقاء اللي عرفتها من اول ما فتحت القناة. ساعدتني في قناتي كتير لما كانت صغيرة، في حاجات كتير ما كنتش عارفاها في القناة، ازاي ارتب الفيديوهات، ازاي اكتب ايه تحت الفيديو، اكتب العنوان ازاي، حاجات كده كتير. ادسنس كمان هي ساعدتني فيه في حاجات كتيرة جدا. يعني مريم ليها جميل كبير عليا، ربنا يخليكي ليا يا مريم وما تحرمش منك ابدا. النهارده هي هتعمل لكم فيديو لتجهيزات شهر رمضان برضو، بس من نوع اخر. من نوع اخر ازاي؟ يعني انت لو عايزه تهتمي ببشرتك وبجمالك، وفي نفس الوقت لو استعملتي ماسكات ما تفطركيش، يعني تقدري تعملي الماسكات دي وانتي صايمه. فهتعمل لكم حاجات جميله قوي قوي، وهسيب لكم رابط الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. عايزه اقول لكم مريم بتعمل وصفات كتيره قوي وانا جربت منها وصفات بصراحه نجحت معايا، كانت تحفه. يعني من ضمنهم وصفات للبشره. واستعملتها طبعا وبشرتي الحمد لله اتحسنت مع الوصفات اللي جربتها. يعني فعلا وصفاتها مضمونه، يعني ما تقلقوش. هسيب لكم رابط الفيديو بتاعها تحت. بتمنى من كل قلبي ان انتوا تروحوا تشوفوا الفيديو، وعايزاكم تشكروها. قولوا لها شكرا ان انتي وقفتي مع هبه من اول ما فتحت القناه لحد دلوقتي. هي من اكتر الناس اللي وقفت معايا بجد. ربنا يجازيكي كل خير. على فكره انا صايمه النهارده يا مريم، شوفي انا بدعيلك قد ايه. ربنا يجازيكي كل خير ويخلي لك ولادك ويفرحك بيهم يا رب دايما، وما يضركيش باي حاجه وحشه، انا وانتي وكل المسلمين يا رب اجمعين. فتعالوا بقى نشوف الكفته، عشان انا رغيت كتير كتير، بس متاسفه ان انا بقالي كام يوم كده ما طلعت لكمش يعني من المطبخ بتاعي، فوحشتوني جدا، فما صدقت بقى فقاعده احكي معاكم. فتعالوا نشوف هنعمل كفته ازاي. هنبدأ دلوقتي يا بنات كده نعمل كفتة البرغل اللي انا هخزنها واشيلها لشهر رمضان مبارك. هنا ده البرغل زي ما انتم شايفين، ده نص كيلو برغل، نص كيلو برغل و2 كيلو لحمة مفرومة. البرغل يكون اقل طبعا من اللحمة بكتير. مثلا لو عاملة كيلو من اللحمة هتحطي ربع كيلو برغل. تمام. دول 2 كيلو لحمة، حطيت نص كيلو برغل. وهحتاج بصل، يعني قولي برضو في حدود كيلو الا ربع بصل، وفلفل اسود وملح وبهارات، وكل ده هتشوفوه دلوقتي ايه معاكم. اول حاجة هبدأ اعملها ان انا هفرم البصل ده. والبرغل طبعا غسلته ونقعته شويه اهو زي ما انتم شايفين بقى طري. يعني لازم تنقعيه بعدين تصفيه وتحطيه كده اهو وتجهزيه بقى ايه للكفته. فرمت البصل اهو يا بنات كده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، نعمته. وفلفل اسود اهو هنا هننزل بقى على اللحمه. اساسها فلفل اسود على فكره، يعني بصي معلقه كبيره اهي حطاها. تمام. هنا بهارات لحمه معلقه كبيره برضو، وعندي توم باودر معلقه كبيره. هنا كزبره ناشفه، هنا سماق اللي انتوا سالتوني عليه بحطه في ايه وبستعمله في ايه، ممكن تحطيه مع اللحوم. وهنا حاجه بسيطه خالص من جوز الطيب. هنا بابريكا، وهنا حبهان ورق رولي طحناهم مع بعض بنعماهم كده في الكبه. تمام. هحط ملح معلقه كده كبيره حلوه، عشان طبعا كميه اللحمه كبيره ولسه طبعا هحط فيها برغل. بسم الله. هقلب بقى كل البهارات اللي انا حطيتها دي مع اللحمه كويس، ادخلهم في بعض. انا هستعمل ايدي افضل طبعا، انا غسلاها كويس، لان المعلقه برضو مش هتعرف تدخل بهارات زي ما انت عايزه. تمام. هضيف البصل. في ناس على فكره بتحب تحط فيها خضره بقدونس وحاجات زي كده، يعني شبت كزبره الكلام ده كله، بس انا بصراحه ما بحبش احط في الكفته بتاعه البرغل، ما بحبش احط فيها خالص خضروات. بحب كده يكون فيها البرغل والبصل بس عشان تحسي بطعمها يعني. هضيف البرغل. بسم الله. هحاول لو في ميه وكده ما نزلهاش اهو كده، وهبدا اقلب اللحمه مع البرغل كلهم لحد ما ادخل المكونات دي جوه بعضها. كده بعد ما قلبت البرغل باللحمه بالبصل بالتوابل،
هجيب الكبة بتاعتي وهبدأ ان انا انعم كل حاجة مع بعضها، لان زي ما انتوا شايفين البرغل خشن شوية، فانتي طبعا لما تيجي تعملي كفتة هتبقى خشنة والبرغل باين فيها، فلازم تفرميها وتنعميها. بصوا كده يا بنات اهو بعد ما فرمتها، بصوا اهي كده دول الشوية اللي انا فرمتهم، بصوا بقت ناعمة عاملة ازاي، غير دي خالص. بصوا شكلها اهي نعمت بالطريقه دي كده، هتطلع معاكي كفته حلوه مظبوطه. هفضل برضو انعم كل الكميه دي بنفس الطريقه ايه في الكبه اهي. بصوا تقدري تشكليها زي ما انت عايزه. بصوا طريقه ازاي. في ناس طبعا بتعملها وهي خشنه بالطريقه دي، بس طبعا لما بتفرميها بتكون احسن. ابقي جربيها مطحونه وناعمه بالطريقه دي هتعجبك. زي ما شفتوا كده يا بنات انا نعمتها اهي معاكم بالشكل ده. جبت هنا شوية زيت، وجبت هنا الشواية بتاعة الفرن اهو، كل واحدة عندها بوتاجاز هتلاقي جوه الفرن السيخ ده. تمام. هبل ايدي كده بشوية الزيت عشان طبعا الكفتة تطلع شكلها حلو، ما تطلعش ايه يعني مش مظبوطة، يطلع ملمسها كده حلو وبيلمع. هقلل كده اهو. ضروري ان انت تحطي الكفتة في سيخ زي ده كده وتعمليها بالطريقة دي. ليه بقى؟ عشان لما تيجي تسويها تستوي من بره ومن جوه. الفراغ اللي انت عملتيه من جوه ده هيخلي مثلا السوا والنار تدخل في الفراغ دوت وتسويها من جوه ومن بره كمان. تمام اهو. انا هعمل كل الكمية بنفس الطريقة دي. طبعا انا جايبة 2 كيلو لحمة عشان اخزنها، هخزن الكمية كلها، مش هتطبخ في يوم واحد او في يوم وليلة. تمام. فانا هقسمها بقى معاكم على اطباق ونشوف هتعمل كام وجبة وهتعمل كمية قد ايه معانا ان شاء الله، يعني هتعمل كمية وفيرة. بصوا كده يا بنات انا عملت اهي الكفتة في اطباق بالشكل ده اللي انتوا شايفينه، كل طبق على قد وجبة. بجيب الاطباق الفل دي، بجيب منها 100 طبق مثلا على بعض ب7 جنيه ونص، يعني مش غالية. بجيب اكياس التخزين دي اهي بفردها كده على الطبق. الطبق ما تحطيش الاكل عليه على طول عشان ما يكونش مضر ليه ويتفاعل مع الاكل، حطي كيس ما بين الطبق وما بين الاكله اللي انت هتحطيها. اهي كده الكفته اللي انا مصبعاها بحطها كده اهو، حسب بقى عدد اسرتك حطي، حسب الوجبه بتاكلوها قد ايه حطي. تمام اهو كده. الطبقه التانية اهي اهو كده يا بنات زي ما انتم شايفين 3 اطباق اهو. الطبق الرابع انا بعمله في الفرن دلوقتي بسويه. تمام. هسويه وهيتغدوا منه النهارده، منها عملت غدا النهارده ومنها كمان خزنت 3 وجبات اهو لشهر رمضان، وهوريكم اكيسهم ازاي. يبقى اكياس التخزين اهي دي جايباها حجم اكبر من اللي انا حطيتها في الطبق، وببدا ان انا اغلفها كده، وممكن تحط لها استرتش لو حابه، بس انا بحب الاكياس يعني اكتر. تمام اهو كده. وحاولي لما تدخليهم في الفريزر ما تحطيش الاطباق فوق بعضها عشان خاطر ما تبططش الكفته. ممكن تحطيهم فوق بعضهم امتى؟ لما الكفته تتلج وتجمد وتمسك، لكن وهي طريه كده لا. بصوا كده يا بنات اهي الكفته اللي انا خزنتها معاكم دلوقتي اهي، سويت منها طبق لان انا زي ما قلت لكم عملت منها الغداء وفي نفس الوقت خزنت منها. بصوا شكلها عامل ازاي، وريحتها مش قادره اقول لكم، ريحه البهارات فيها تجنن. بصوا من جوه اهي استوت من جوه ومن بره. الفراغ اللي انت بتعمليه بالسيخ ده مهم ان انت تعمليه عشان يسويها لك من جوه ومن بره. سخنه جدا. زي ما شفتوا كده يا حبايبي طريقه الكفته سهله جدا. والبرغل اهم حاجه، اهم حاجه ان انت تنقعيه شويه. لما تنقعيه شويه بيطرى، فلما تيجي تحمريه لو جربتي مثلا عايزه تحمري البرغل مش هيقرش ولا هيبقى ناشف تحت السنان. فاهم حاجه ان انت تنقعيه على الاقل نص ساعه. تمام. وهوريكم ليه طريقتين، هوريكم طريقتين للسوا. ممكن تسويه بطريقه التبويخه على النار، ودي هوريها لكم في فيديو تاني، هوريكم ازاي هسويها ان شاء الله بقى في شهر رمضان. لما اجي اعمل الكفته هوريكم هسويها ازاي على عين البوتاجاز من فوق، وهوريكم ازاي بتستوي في الفرن، لان الطريقتين بيكونوا مختلفين عن بعض. اللي في الفرن طبعا بتستوي بسرعه، انما اللي على عين البوتاجاز من فوق بتضطري ان انت تحمريها، وبعد ما تحمريها
تحطيها في حله كده مع شويه خضروات وتعمليها تبويخه. تمام. فان شاء الله الايام الجايه هوريكم الطريقتين باذن الله. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش تشوفوا قناه مريم والفيديو تحت في صندوق الوصف. روحوا اشكروها بالنيابه عني، قولوا لها هبه بتشكرك جدا جدا لان انتي وقفتي معاها وساعدتيها كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.